اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية وقبل ما أبدأ الفيديو بتاع النهاردة، بحب أرحب بكل متابعين الجداد في القناة وكمان القدام، وبقول لكم كلكم على راسي من فوق، نورتوني وأنا تحت أمركم، وأي حاجة أنتوا تطلبوها أنا تحت أمركم إن شاء الله بإذن الله هعملها لكم على طول، وأتمنى إن فيديوهاتي تعجبكم. في البداية أنا صحيت كده حوالي الساعة 6، كان روتيني يوم الجمعة. اللهم صل محمد. أنا مش عارفة هينزل لكم يوم الجمعة ولا تاني يوم، حسب ما أدبلج الفيديو أخلصه. أول ما صحيت من النوم طبعا لازم أتوضى وأصلي، وطالما النهاردة الجمعة فأنا بعد الصلاة لازم بقرأ كده سورة الكهف كل يوم جمعة. واللهم صل على سيدنا محمد. عملت كده كوباية اللي هي المية السخنة بالليمون والعسل النحل اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده. طبعا قعدت أشربها كده وأنا بقرأ سورة الكهف، وبعد ما قريت وخلصت صليت وقريت سورة الكهف. طبعا زي ما انتم شايفين كده الصالة، وادي البتاع الغزال بتاع بتول شايفين كانت عاملة فيه ايه. فانا بقى قلت ارتب بقى الموضوع ده كله الاول كده عشان الصلاة تبقى اللهم صل على محمد، شكلها يفتح النفس شوية. تمام، هي البيت كله متنظف وتمام التمام، بس الحتة اللي كنا قاعدين فيها كده بالليل كانت مكركبة شوية. فاللهم صل على محمد. بعد كده دخلت على المطبخ وقلت كده اشغل برضو اللهم صل على محمد، علشان بس ما شغلش التلفزيون او الكمبيوتر او كده وعلي الصوت. فانا شغلت في ريحي اللهم صل على محمد التليفون كده على سورة البقرة. طبعا انا بحب اللهم صل على محمد ان انا اشغل سورة البقرة كل يوم، وكمان بصوت فارس عباد، بحب صوته قوي. واللهم صل على محمد. انا كنت مطلعه الفراخ دي اول برضو ما صحيت من النوم، طلعت الفراخ على طول حطيتها في ميه علشان كنت نسيت بصراحه ان انا اطلعها من بالليل. تمام، وعملت اللي قلت لكم عليه، ودخلت بقى لان اللهم صل على محمد اشوف هعمل ايه النهارده. وزي ما انتم شايفين الجو رايق كده الى حد ما في المطبخ بتاعي المتواضع الصغير ده. ما تضحكوش بقى على مطبخي بقاله سنين. تمام، اللهم صل على محمد.
زي ما انتوا شايفين الجو رايق، مفيش يعني اللهم صل على محمد، مفيش مواعين ولا اي حاجه. احنا كنا واكلين سمك قبلها، يعني يوم الخميس ده المعتاد سمك على طول. فطبعا زفاره ومعرفش ايه، غسلت ونضفت كل حاجه قبل النوم. تمام. اللهم صل على محمد. صباحة الصبح الجو رايق، انت يعني ما تغسلي مواعينك كده وتظبطي حالك. اللهم صل على محمد. من بالليل المطبخ يبات نظيف، لا في مواعين ولا في كركبه. تصبحي الصبح كده نفسك مفتوحه انك تعملي بقى خلاص شغلك. اللهم صل على محمد. في اليوم ده انا عملت ايه؟ اللهم صل على محمد. حطيت كده ميه على النار علشان هعمل النهارده محشي. اللهم صل على محمد. هعمل النهارده محشي، وهعمل كمان جواه فراخ، يعني محشي بالفراخ. تمام. انا على طول بحب يعني المحشي بالبط، بس بصراحة ما كانش عندي بط، عندي فراخ لسه. البط اللي عندي صغير ما يندبحش. تمام. اللهم صل على محمد. على فكرة انا كل شوية ببص للكاميرا، لان الكاميرا كل شوية بتفصل مني، يقول لي الذاكرة ممتلئة او معرفش ايه، كل شوية تفصل مني وانا بصور، فعشان كده ببص كل شوية للكاميرا، يعني ما تاخدوش في بالكم. تمام. اللهم صل على محمد. طبعا انا جبت الصينيه دي وحطيت عليها التوم والكده القشر، عشان ما يعني ما دهولش الدنيا يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده بقشر التوم، قشرت التوم ودخلت بقى على البصل بقى، يا على البصل. مجرد بحط السكينه في البصل الدموع تنزل، ايه حاجه، لا والرشح كمان، ده حاجه بصراحه. انا يعني حاجه صعبه البصل دي بالنسبه لي بصراحه، يعني دموع قريبه قوي في البصل. تمام. فطبعا انا الحاجات القشر وكده انا عامله جردل كده تحت الحوض بحط فيه اكل للطيور. اللهم صل على محمد. الحاجات دي كلها بتروح بقى للطيور. تمام. اللهم صل على محمد. انا غسلت بقى ايه، قشرت كميه بصل وغسلتها كويس، وكمان شويه توم كده حلوين محترمين، وهدقهم في الايه، في الصلايه او الهون يعني، زي ما بيسموها. تمام. انا قلت كده اما اقوم بدري اخلص شغلي والاولاد نايمين، وعماله اقول يا رب يا رب ما يصحوش غير لما اخلص. وهي خصوصا يعني بتولو الصغيره بصراحه ما بعرفش اعمل منها حاجه، بس لحقتني هشوفها دلوقتي وهي ماشيه ورايا. تمام. اللهم صل على محمد. جبت برضو الطماطم اللي هخلطها، كنت جايبه كده شويه طماطم حمر كده طيبين. اللهم صل على محمد. لوحدهم كده يعني ايه من السوق. تمام. طبعا سوقنا كان يوم الخميس، يعني قبل، يعني دلوقتي ده روتين الجمعة، كان قبلها يوم الخميس كنت جايبة بقى الطماطم دي مجهزاها، عشان عارفة ان انا هعمل محشي. المية اللي على النار غليت، فحطيت فيها شوية ملح، وحطيت كمان معلقة كبيرة كده كمون محترمة، علشان طبعا هتعملي كرنب يبقى لازم تحطي على مية الكرنب اللهم صل على محمد وانت بتسلقيه كده كمون، علشان طبعا انتوا عارفين الكرنب بيعمل غازات وانتفاخات كده في البطن. اللهم صل على محمد. الكمون حلو جدا للكرنب. تمام. دلوقتي انا بخلط اهوت الطماطم، وكمان كان عندي شويه طماطم اللي انا بعملهم من لوحدهم، دول كانوا في الفريزر بصراحه، يعني ما كنتش فاضيه لهم، لقيتهم ايه هيبوظوا مني في درج التلاجة من تحت، فقمت غسلهم وحطاهم سلام زي ما هما كده في الايه، في الفريزر. طلعتهم حطيتهم شويه كده في ميه، فكوا نص فككان، وحطيتهم خلطتهم عادي. بص كأنك لسه جايباهم دلوقتي، ما فيهمش اي حاجه خالص. تمام. فاللهم صل على محمد. بدل ما كانوا هيبوظوا ويترموا خساره، فانا حطيتهم في الفريزر كده، قلت على ما ايه اما احتاجهم في حاجه. زي ما انتوا شايفين الحاجه اللي تتوسخ ورايا بغسلها اول باول. تمام. ما تسيبيش حاجه على حاجه، هتبص تلاقي انت كركبت مواعين الدنيا، وهتبقى بقى ايه غسيلهم صعب بالنسبه لك، والمنظر كده يعني الدنيا مليانه مواعين والمنظر كده مش حلو. تمام. فانت اول باول كده الحاجه اللي تتوسخ ايه تغسليها على طول كده، تشطفيها وراكي، او تغسليها كده على السريع في تحت الحنفيه وتحطها مكانها. تمام. فتبص تلاقي الدنيا ايه رايقه كده حواليك. هتشوفوا دلوقتي انا بعمل كرنب وبعمل فراخ، وده كله مفيش مواعين ولا كركبه حواليا، لان الحاجه اللي بتبوظ الحاجه تبوظ ايه الحاجه اللي بتوسخ يعني بعملها بغسلها اول باول. دلوقتي دي الكرومبة انا جايباها صغيرة، ما جبتهاش كبيرة قوي، لان يعني بصوا احنا عايزين حلة واحدة ناكلها في نفس الوقت، خلاص لو فاضل حاجة العشاء او كده ما بيرضوش ياكلوها. تمام. فاللهم صل على محمد ما بكترش يعني. فانا جبت كده قطعت الورق بتاع الكرنب زي ما انتوا شفتوا، وكمان لازم بغسله تحت الحنفية قبل ما اسلقه في المية. تمام. ده خطوة مهمة جدا انا بحب اعملها، اللي انا ايه يعني في ناس ما بتسلقهوش، ان هي مثلا لو ما بتغسلهوش يعني، في ان هم يعني لو هم غسلوه بيغسلوا الورق اللي بره بس.
تمام. انما انا بحب بصراحه اغسل كل الورق، حتى الورق اللي جوه اللي مش طايله تراب او اي حاجه بحب ان انا اغسله برضو. اللهم صل على محمد. واتاكد من نظافته قبل ما اسلقه. تمام. دلوقتي بعد ما الميه غليت بالملح والكمون بحط بقى ان ايه الكرنب، اللهم صل على محمد، واسلقه، يعني ما بخلوش لا يتهري قوي ولا يبقى جامد قوي. تمام. اسلقه كده اللهم صل على محمد، واطلع على طول واحط غيره. دلوقتي انا عملت ايه، انا الفراخ كنت بشوفها لقيتها لسه ماسكه. بصراحه يعني انا مش عارفه مالي اليومين دول، بنام وانسى اطلع الحاجه من بالليل، مع ان انا كنت يعني هقول ايه بس. الاولاد والله العظيم بيطيروا عقلي، يعني بصدق ان انا يجي وقت النوم وانام. يعني انا كنت الاول بطلع الحاجه تفك من قبلها بليله، دلوقتي بقيت بنسى مش عارفه ليه. تمام. انا بعمل ايه دلوقتي، انا بجيب بقطع البصل طبعا. ادعوا لي بقى ان انا اجيب كبه، ربنا يكرمني واجيب كبه، لان الكبه اللي كانت عندي خلاص بقى راحت عليها، ما ينفعش ان هي تتصلح او كده، فعايزه واحده جديده احسن. تمام. فاللهم صل على محمد. فانا قعدت اعمل كده البصل على ايدي، اخرطه على ايدي، خرطت كده الكميه اللي هي هحطها. يعني انا حطيت كميه زيت محترمه كده في الحله. اول ما الزيت اتقدح حطيت حوالي بصلتين كبار كده زي ما انتم شايفين اهو. كترت الزيت، المحشي بيحب الزيت كتير. تمام. اول ما اصفروا نزلت عليهم بالطماطم، يبقى انا حطيت زيت وحطيت بصلتين مقطعين كده كبار، وحطيت اللهم صل على محمد. اول ما اصفروا نزلت بالطماطم. طبعا البصل لما بحطه في الزيت بحط عليه شويه ايه، شويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسود. تمام. اللهم صل على محمد. بعد ما نزلت بقى بصلصه الطماطم على البصل حطيت ورقتين لورا، وحطيت شويه من السكر وشويه من الملح، وبس كده. تمام. هقول لكم دلوقتي هحط ايه تاني. اللهم صل على محمد. دلوقتي انا جبت الخضره بنضفها علشان اغسلها. حزمه كده حلوه كبيره كده ما شاء الله، خضره الشتاء حلوه جدا. وكمان ايه كتير كده، واللهم صل على محمد، ورخيصه. تمام. فاللهم صل على محمد. انا كده بغسل الخضره اهوت، بنضفها كويس جدا. احب افضل اتعك واغسل فيها واكب الميه واحط غيره كده، وافضل ايه ان انا انضفها خالص. تمام. اللهم صل على محمد. ودلوقتي كنت انا ايه حطيت الفراخ، وطبعا انا سلقت معاكم الفراخ كذا مره قبل كده، فيعني ما حبيتش اطول عليك الفيديو بصراحه. انا حطيت الفراخ تتشوح كده في معلقه سمنه بلدي، واللهم صل على محمد، والبصل، وكمان حطيت شويه البهارات الفراخ بقى، وورق لورا وحبهان وفلفل اسود، وبس كده. تمام. هشوح ده كله مع بعض، وبعد كده ازود الميه، احط معلقه صلصه بس من اللي هي ايه، اللهم صل على محمد، من بتاعه المحشي دي اللي بتتسبك دي، معلقه واحده كده وخلاص، عشان ما اعملش طماطم تاني ولا حاجه. ولو ما حطيتش مش مشكله، عشان انا كده كده هاخد الشوربه دي ان انا اسقي بها المحشي. تمام. طيب انا عملت ايه، جبت بقيه كميه البصل خرطتها برضو ناعم كده على ايدي، وكمان التوم اللي انا كنت مقشراه في الاول دقيته في الهون بشويه ملح، حطيتها اهو مع البصل عشان بس ما عكش الدنيا كله على بعضه. يعني اللي خرطت فيها البصل دقيت التوم وحطيته عليها، وكمان جبت قرنين شطه كده حاميين حلوين كده محترمين، واللهم صل على محمد، وخرطهم كده ايه ناعم. بقول لكم حطوا لايك. متنسوش اللايك، سرحتوا وما حطيتوش اللايك. تمام. فاخرطهم كده ناعم. يعني انا ايام كنت بدقه كده مع اللهم صل على محمد، مع اسمه ايه ده، اسمه ايه، مع التوم. فانا ايه قلت بقى ايه اللهم صل على محمد ان انا خرطه ناعم بقى وخلاص. وكمان جبت بقى اللي هو اللهم صل على محمد الكزبره، وخرطتها عليه كله في حاجه واحده عشان معوكش الدنيا. تمام. وكلنا يعني احنا متفقين اللي يتوسخ بغسله ورايا اول باول. دلوقتي بعد ما اتشوحت الفراخ وخدت تشويحه حلوه، زودت الميه وغطيت عليها ان هي تستوي. تمام. اللهم صل على محمد. دلوقتي كانت بنتي بقى صحت من النوم، وابتدوا بقى يصحوا ورا بعض. اللي انا حطيته في الميه دلوقتي بعد سلق الكرنب ورق خاص، وانا عملت معاك ورق الخاص قبل كده على القناه. تمام. اللهم صل على محمد. وحطيت كمان على التسبيكه بتاعه المحشي بعد ما اتسبكت، حطيت شويه من الكزبره اللي انا مقطعاهم. تمام. من حطيت التسبيكه حطيت عليها شويه من الكزبره، وخليت الباقي هقول لكم هعمل بايه دلوقتي. تمام. جبت بقى كميه الرز بتاعتي وغسلتها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده، كله على السريع على السريع كده. يعني شايفين الشغل ما شاء الله بيخلص على السريع ازاي.
اللهم صل على محمد. جبت بقى كده ايه حاجه واسعه ان انا اعرف ان انا ايه اقعد انا وبنتي كده ونلف سوا فيها. وحطيت الصلصه عليها اهوت. الصلصه بقى اللي هي ايه كنت حطيت تتسبك على النار اللي هو الطماطم، وحطيت عليها شويه كزبره. طيب حطيت ايه بقى البهارات بتاعتي، بابريكا وكمون وفلفل اسود وبهارات وقرفه واللهم صل على محمد وايه تاني مش فاكره. تمام. وبعد كده انزل بالبصل اللي انا مقطعاه لسه ني، وبقيه الكزبره والثوم. تمام. شايفين بقى دعكت بقى ده كله ببعضه بايدي كده علشان اللهم صل على محمد كله بقى يدخل في بعضه كده. وطبعا عليه برضو ملح، ظبط الملح بتاعه. وبرضو زي ما انتم شايفين اللي بيتوسخ بغسله ورايا اول باول عشان ما كركبش الدنيا حواليا. تمام. كده الجو يبقى رايق كده، واللهم صل على محمد وتعرفي تشتغلي وتتحركي في المطبخ، خصوصا المطبخي زي ما انتم شايفين كده ضيق مش واسع يعني. تمام. انا عملت التسبيكه بتاعه المحشي برضو يعني بالتفصيل قبل كده معاكم على القناه لما عملت الخس اللي هو محشي ورق الخس. وده طبعا نفس التسبيكه انا بحب اعملها ايه ميكس كده بين التسبيكه المسبكه يعني اللهم صل على محمد والني في ني. يعني انا عملت جزء مسبك وجزء ني في ني. تمام. سبكت الطماطم عادي، البصل بتاعتي يعني البصله بتاعتي كده صفرتها بصلتين حلوين كده صفرتهم، يعني محمرتهمش قوي برضو. تمام. لان احنا مش عايزين برضو مسبك قوي يعني. فاللهم صل على محمد وسبكت الطماطم وحطيت عليها برضو شويه من اسمهم ايه الكزبره الخضراء. وكمان سبت بقى جزء برضو بصلتين برضو اللهم صل على محمد نيين على كزبره برضو على توم، ده كله حطيته ني في الاخر برضو مع الرز. وزي ما انتم شايفين ده اللهم صل على محمد الحله اللي هعمل فيها واللي هحشي بقى الخلطه وكده. انا بوريكم المطبخ ان هو رايق يعني. انا غاسله ورايا اللهم صل على محمد المواعين اول باول والمطبخ رايق. تمام. هو المطبخ لانه صغير تحسوه برضو مكركب بس هو رايق يعني. هو دلوقتي في افضل حالاته بصراحه. تمام. يعني بعمل محشي وما شاء الله عملت تسبيكه محشي وعملت فراخ. يعني الفراخ هو لسه دلوقتي الفراخ على النار. تمام. بس ما فيش حاجه حواليا، المواعين غسلها اول باول، ما فيش غير الايه الكرنب اللي انا مطلعاه سلقاه. همسكه بقى الوقت اللي انا انضفه عشان ايه على الحشو على طول. اللهم صل على محمد. دي الشوربه. تمام. طلعت الفراخ بعد ما استوت سوا عادي خالص. بص سوا عادي بسواها سوا عادي، لا تلات ارباع سوا ولا نص سوا ولا الكلام ده، سوا عادي خالص. وهتشوفوا دلوقتي هتطلع فراخ. بصوا من الاخر. تمام. اللهم صل على محمد. انا بعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا بوضب الكرنب زي ما انتم شايفين كده. بشيل اللي هو بتاع التخينه دي اللي فيه دي اسمها ايه اللهم صل على محمد، وامسكه كده الفه كده زي الرول وابتدي اللي انا اقطعه وبسيبه على كده. وعندي بقى الحشو بقوم انا فرده ايه واحده بواحده زي ما بوريكم كده، واقطع بقى ايه حتت كده على قد الصبع. ده بقى الخطوه دي بعملها عند الحشو، عند ما اجي احشي المحشي يعني. تمام. اللهم صل على محمد. انا قلت لكم انا عملت ايه في الفراخ. سلقتها عادي خالص، هحتاج الشوربه بتاعتها خليتها على جنب، وطلعت الفراخ وحمرتها تحمير عادي خالص في الزيت. تمام. جبت بقى الحله، انا كنت هعمل في الحله تيفال التانية بس انا قلت اعمل في دي واسعه. تمام. حطيت فيها بقى اللي هو ايه الحتت اللي طلعت من الكرنب كده فرافيت. اللهم صل على محمد. انا كنت هحط الحتت الخضرا ديت الورق الاخضر كنت عاملاه اصلا عشان احطه في قعر الصينيه يعني. فبصراحه ما حطيتوش، حطيت بقى الفرافيت اللي طلعت وخلاص. فانا ما استعملتش الورق الاخضر ده بقى، انا رميته على فكره. تمام. اللهم صل على محمد. ابتدي ان انا احشي. انا بوريكم بس انا احشي شويه. دلوقتي هقعد على الارض وابتدي بقى ان ايه انا وبنتي بقى ان احنا ايه نلغوص بقى في المحشي واحنا قاعدين على الارض كده نخلص. اللهم صل على محمد واحنا قاعدين احسن. فانا بوريكم كده انا عملت شويه، قلت ارص طبقه وبعد كده انزل بالفراخ. اهو عملت اللهم صل على محمد صف، ونزلت بالفراخ. نزلت بالصدور الاول عشان الصدور بتستحمل اهي. انا المقطع اتعاد تاني ولا ايه؟ يلا مش مهم. اللهم صل على محمد. نزلت بالصدور. هبتدي بقى انا ايه اعمل الف برضو واحط حوالين الصدور كده واظبط. اللهم صل على محمد. اهو بنتي بقى صغيره صحت لي صحت لي اهي. جات لي بقى بعد ما قعدت على الارض. انا دلوقتي قعدت على الارض، هي جات لي اهيت وبصراحه وقفت حالي شويه. تمام. اللهم صل على محمد. شويه اشيلها شويه احطها، مش مريحه خالص.
اللهم صل على محمد. دلوقتي انا بحشي اهوت، وكمان اللهم صل على محمد. في الوقت ده بقى كان اولادي لسه صاحيين من النوم، صحيوا. قلت لهم بقى حطوا بقى اي حاجه افطروا انتوا على ما اعمل اكل وناكل بقى مره واحده. كان خلاص دخلنا بقى على الظهر يعني، دخلنا على الساعه 11 يعني. فلان انا بس مش عملتش ده انا كمان نزلت للطيور، وكمان في طيور في البلكونه رحت لها، وشويه حاجات تانيين عملتهم كمان بس ما صورتهمش معاكم بصراحه. اللهم صل على محمد. هصورهم بقى في فيديو تاني في روتين تاني. تمام. كانت بنتي بقى الكبيره قامت بقى، قلت لها صلي وتعالي لي، نضفي اوضتك كده الاول وصلي وتعالي لي نحشي سوا. فقعدنا بقى نحشي، وزي ما انتم شايفين كده اللهم صل على محمد. حطينا حشينا، وحطينا بقيه اسمه ايه آه بقيه الفراخ يعني. كنا حطينا الصدور الاول، وبعد كده عملنا حواليها، وبعد كده حطينا الوراك بقى. وكمان اللهم صل على محمد زي ما انتم شايفين كده بقى خلصنا الحله كلها. واللي فوق ده ورق الخس، انا بحب على فكره محشي ورق الخس جدا يعني. تمام. طب انا الورق الاخضر ده انا كنت هرميه، انا كنت قلت لكم ان انا رميته، لا انا افتكرت دلوقتي انا ما رميتهوش. انا عملت ايه؟ انا حطيته اللهم صل على محمد على وش المحشي كده يعني. بعد ما خلاص خلصت كل رص المحشي كل حشيت يعني كل المحشي ورصيته كله. فانا جبت الشوربه اللهم صل على محمد وحطيتها اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده هزود ميه لان الشوربه ما كفتش يعني المقدار كله. تمام. وزي ما انتم شايفين الخطوه دي على فكره حلوه قوي. يعني بحط الورق بتاع بتفضل ورق ولا كده من ورق الكرنب واحطه على وش المحشي، على فكره بيسويهولي حلو جدا، بيكتم يعني البخار، ما بيخلوش ان هو اللهم صل على محمد، بيكتم البخار على المحشي فبيخليه يستوي. وكمان انا بحط ميه، بحط شوربه براحتي خالص، الرز ما بيطلعش من الصوابع. تمام. اللهم صل على محمد. زي ما انتم شايفين كده حطيت الميه بتاعت المحشي، واللهم صل على محمد. وبتول كانت بتعيط ورايا، شيلتها وبتقول لها يلا قول لهم باي، قول لهم باي يا بوتي، بوتي قول لهم باي. هي بصراحة مقريفة يعني، هي كتر خيرها بصراحة. انا رضيتها طبعا، رضحتها وكده واديتها لاخواتها. وايه اللهم صل على محمد. كان خلاص المحشي اهو شرب ميته، بس كان لسه عايز ايه اللهم صل على محمد ان هو ايه هد عليه بقى شويه كده ياخد ويدي مع نفسه. فانا بوريكم اللي هو ما شاء الله اللهم صل على محمد. حلو اهو جميل. كان عايز بس شويه، فانا اللهم صل على محمد خلاص غطيت عليه وسبته شويه كده، هديت عليه سبته شويه. وده بقى في الاخر شلت بقى جميع الورق اللي على الوش، وابتدي بقى اللي انا افضيه على الصينيه اللي هناكل فيها. بصوا محشي ما بنحبش نحط في اطباق كده، صينيه كبيره زي ما انتم شايفين كده اهي، ونفض عليها المحشي كله كده، وكلنا ننزل بقى كده مع بعض. وبتبقى بصراحه اللمه كده والدفى ده بقى في الشتاء، يا سلام يا سلام. ما شاء الله بصراحة، يا والله العظيم ما شاء الله. أحلى أكلة دي المحشي مع البط أو المحشي مع الفراخ في الشتاء، وكمان جنبه بصل وأي مخلل بقى موجود عندك. واللهم صل على محمد بصراحة من الآخر. ما تنسوش اللايك يا جماعة، نسيتوا اللايك والله العظيم. أنا حاسة إن في ناس كتير نسيت اللايك. تمام. حطوا اللايك بقى لو شايفين الفيديو يستاهل. واللهم صل على محمد. واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك، ومش هطول عليكم اليوم أكتر من كده. خلاص احنا اللهم صل على محمد هنتغدى، وكمان في حاجات كتير هنعملها بعد الغدا. مش عارفه بقى اذا كنت اصورها معاكم ولا لا. فاللهم صل على محمد. قومي بقى تشجعي، اعملي شغلك، خلصي شغلك بدري. واولادك نايمين، لو كان يعني عندك اولاد ما كانش لسه ربنا رزقك باولاد، ربنا يرزقك يا رب العالمين. خلصي برضو شغلك بدري، لان الشغله البدريه منسيه. تمام. زي ما انتم شايفين المحشي ما شاء الله احمر وجميل من جوه ازاي يعني. والله العظيم الكاميرا كمان ظلمه ظلمه والله العظيم. ده محشي ورق الخس جميل جدا والله العظيم. اللهم صل على محمد. والكرنب كمان جميل. تمام. فانتوا يعني ممكن البتاع اللف يعني مش زي بعض، وفي معوق وفي معرفش. بنتي كانت بتعمل معايا يا جماعه، بنتي بقى بتتعلم يلا مش مشكله. وكمان بوريكم الفراخ ما شاء الله دايبه دوب كده جميله جدا، على الرغم ان انا مسوياها سوا عادي قبل ما احطها في المحشي. وزي ما انتم شايفين ما يعني ما اتهرتش يعني ان هي خلاص باظت من، لا برضو ماسك نفسه ودايب دوب كده في الاكل حلو دايب. وكمان ماسك نفسه يعني، مش ان هو مهري كده وبايظ، لا ما شاء الله فراخ جميله جدا. اعملها بالطريقه دي وان شاء الله باذن الله هتعجبك. وما تنسوش اللايك بقى زي ما قلت لكم، والله العظيم شكلكم كده هزعل منكم هزعل منكم. حطوا لي اللايك. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع يا رب العالمين.
ويا رب يدوم علينا اللمة الحلوة، والحمد لله. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال، ولو أقل من كده رضا. والحمد لله، نبوس ايدينا وش وظهر. والله العظيم يا جماعة احنا في نعمة، في نعمة والله العظيم مش حاسين بيها يعني. في ناس مش لاقية، فيعني احنا نحمد ربنا على كل شيء، ونحمد ربنا على اللي عندنا. لو أقل من كده نحمد ربنا. والله احنا أيام بنعمل المحشي لوحده من غير فراخ من غير أي حاجة، والحمد لله بيبقى زي العسل. اللهم صل على محمد. والحمد لله يعني بنحمد ربنا على كده. واهم حاجة نعمة الستر، وان ربنا مدينا الصحة اهم من كل حاجة. والله العظيم اهم حاجة فعلا الصحة. وبكده يكون خلص روتيني النهاردة. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك، واستودعكم الله الذي لا تضيع.